عبارة عن مضخة قوية من خلال الشرايين. ليه بقى نستنى؟ المشكلة هنا بيبدأ الخطر. العدو الصامت اللي بيشتغل في الخفاء. المشكلة ان اغلب الناس مش بتاخد بالها ان ضغطها عالي غير لما تحصل مشكلة. طيب ليه بقى نستنى؟ تعال نعرف مع بعض يعني ايه ضغط عالي. عايزك تتخيل معايا ان قلبك ده عبارة عن مضخة قوية بتوزع الدم للجسم كله من خلال الشرايين. لو الضغط بقى جوه الشرايين زاد اكتر من الطبيعي، هنا بيبدأ الخطر. ازاي بقى تعرف ان عندك ضغط عالي؟ صداع مزمن وخصوصا الصبح، وكأن دماغك بتدق دوخة وعدم اتزان، وساعتها بتحس ان الدنيا كلها بتلف بيك من اقل مجهود. ممكن يحصل خفقان او ضربات قلب سريعة كأن قلبك بيجري ماراثون وانت قاعد في مكانك، وساعات كمان بيحصل زغللة في الرؤية او احساس ضبابية في النظر، وكمان نزيف من الانف احيانا من غير سبب واضح. لكن المشكلة الكبيرة ان في ناس عندها ضغط عالي وما عندهاش اي اعراض. علشان كده القياس المنتظم للضغط هو الحل الوحيد اللي هيكشف لك طبعا الحقيقة قبل ما يحصل اي ضرر. استنى دكتور سكر في الفيديو اللي جاي وهنفهم مع بعض هو ليه الضغط بيعلى اصلا. ما تنساش شوف الحلقات اللي فاتت واستنونا في اللي جاي.